ازيكم يا اصدقائي؟ فيلمنا النهارده بيتكلم عن قصه مش هتتكرر، خيانه وحب وانتقام، وكل ده في جزيره ما فيهاش امان. لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، ويلا بينا نبدا الفيلم. في ليله هاديه بتبدا الحكايه مع ديريك وايفا، اتنين قرروا يتجوزوا بعد ما قدروا يخرجوا من طريق الادمان سواء على الكحول او الممنوعات. اول مره شافوا فيها بعض كانوا الاتنين بياخدوا مخدرات، بس دلوقتي بقى عندهم فرصه جديده. ديريك من عيله غنيه ومعروفه جدا في امريكا، عكس ايفا تماما. ايفا كانت عايشه حياه صعبه، ابوها كان مجرم واتقتل قدام عينيها وهي صغيره، بس قبل ما يموت علمها ازاي تدافع عن نفسها لو حد حاول يأذيها، وعلمها كمان تتحمل الألم وتكون أقصى من اللي قدامها، لدرجة إنه عمره ما يتوقع رد فعلها. وفي يوم فرحها على ديريك افتكرت اللحظة اللي شافت فيها أبوها بيموت من 10 سنين، وقتها خدت البندقية وقتلت اللي قتلوه من غير ما تنزل منها دمعة واحدة زي ما أبوها علمها بالظبط. وبعد سنين طويلة قابلت ديريك، واللي هو ولا عيلته كانوا يعرفوا أي حاجة عن ماضيها. أبو ديريك كان دايما شاكك فيها وحاسس إنها طمعانة في فلوسهم، بس ديريك كان بيحبها جدا وواثق إنها بتحبه هي كمان ومش عايزة منه حاجة. بعد الزفاف سافروا مع بعض جزيره في اسبانيا يقضوا شهر العسل، وكانت ايامهم هناك رومانسيه وجميله جدا لحد ما قابلوا شخص اسمه ماني، واللي قابل ايفا لوحدها وهي قاعده، وديريك كان في الحمام ساعتيها. اتكلم معاها شويه وسالها عن بلدها وقال لها ان اهله عايشين في تكساس. وبعدها جه ديريك واتعرف عليه وقعدوا يتكلموا كلهم سوا. ماني عرض عليهم يطلعوا رحله لمكان عالي عشان يشوفوا المناظر من فوق، لكن ايفا رفضت لانها بتخاف من المرتفعات، بس ديريك كان متحمس جدا وحاول يقنعها، فقرروا يفكروا في الموضوع بعدين. بعدها عرض عليهم يروحوا مكان فيه موسيقى ورقص. المره دي ديريك هو اللي رفض لانه مش عايز يرجع ذكريات الكحول والمخدرات، لكن ايفا كانت متحمسه جدا وطلبت منه يروح معاها فوافق. وهم في المكان كانوا بيرقصوا ومبسوطين، وماني عزم عليهم يشربوا لكنهم رفضوا. وسط الزحمه كان في راجل كبير قاعد بيراقبهم من بعيد، حواليه بنات كتير، شكله شبه رجل العصابات واسمه بيج باز. امر واحده من البنات اللي معاه ترقص مع ايفا لانه كان معجب بيها. ايفا وديريك رقصوا مع البنت وكانوا مستمتعين، لكن فجاه جه بيج باز وحاول يرقص مع ايفا، فوافقت في الاول، بس لما بدا يلمسها بطريقه مش محترمه ديريك اتدخل وقال له يبعد عنها، فتعصب بيج باز وقال لهم انهم بس بيرقصوا، وطلب من ايفا تسيب الراجل اللي معاه وترقص معاه. كان باين انه مش طبيعي. ماني دخل بسرعه وحاول يهدي بيج باز وعرفه على ديريك وايفا وقال له انهم عرسان وبيحتفلوا بشهر العسل، بس كان بيج باز سكران وامر رجالته اللي كانوا منتشرين في المكان انهم يهجموا على ديريك عشان يقدر يرقص مع ايفا غصب عنه. وفجاه البنت الرقيقه اللي اسمها ايفا تحولت لشخص تاني خالص، ضربت الرجاله اللي حواليها كلهم واللي كانوا بيحاولوا يمسكوها في الوقت اللي ديريك ما يقدرش يفلت من واحد بس ماسك. ايفا وصلت له وخلصته، وبعدها بنات تانيين حاولوا يضربوها لكنها خلصت عليهم هم كمان. بعدها ماني قال لهم لازم يهربوا، وركبوا تاكسي مع بعض، وقال لهم ان ايفا دخلت في مشكله كبيره مع اخطر واحد في الجزيره واللي هو اسمه بيج باز. ديريك كان مصدوم من اللي حصل ومش قادر يصدق اللي شافه، كان عايز يسالها بس ما حبش يضغط عليها، وكانت ايفا منهاره وكل اللي ابوها علمه لها رجع قدام عينيه. رجعوا البيت وديريك حاول يهديها لحد ما نامت وهي لسه مش مصدقه كل اللي حصل. تاني يوم بيصحوا على صوت جرس الباب وبيلاقوا ماني واقف قدامهم بيقول لهم ان كان بيدور عليهم في كل حته وقدر يوصل لمكان بيتهم ولازم يهربوا بسرعه. ديريك اتصدم وقال له في ايه؟ احنا هنهرب ليه؟ احنا حتى ما عندناش مكان نروح له. بس ماني فجاه ضحك وقال لهم بهزر انا جاي اخدكم رحله للمرتفعات، صاحبي هو مدير المكان وهتنبسطوا هناك جدا. وفعلا ديريك بيطلع مع ايفا على الموتوسيكل بتاعه وبيتحركوا سوا في جو رومانسي جميل لحد ما يوصلوا لمكان اسمه الخط السريع، وهو عباره عن حبل مربوط بين جبلين بتزحلق عليه الناس علشان يوصلوا للناحيه الثانيه. المسافه في الاول كانت قصيره وكل واحد منهم عدى بسلام، بس ماني قال لهم لسه ما شفتوش اطول حبل في الجزيره طوله ميل كامل. اول ما ايفا شافت المسافه قلبها وقع وقالت لديريك انا مش هلعب معاكم، انا هتفرج من بعيد بس. بدا ماني في الاول وبعدها ديريك اللي كان متحمس ومبسوط وبيصور نفسه، لكنه ما خدش باله من الحبل اللي بدا يتقطع حته حته، وفجاه الحبل اتقطع بالكامل. ديريك وقع بسرعه لكن قدر يمسك في اخر لحظه بحبل تاني، وايفا شافته وهي مرعوبه وزعقت لجود اللي كان المسؤول عن اللعبه تطلب منه يساعده، بس هو قال لها انه مش هيعرف يعمل حاجه. ماني وقتها كان وصل للجبل الناحيه الثانيه ورجع بسرعه عشان يساعد ديريك، وقدر يوصل له ومديله الحبل بتاعه، وديريك حاول يمسك فيه بس ما قدرش يستحمل وايده فلتت ووقع ديريك من مسافه عاليه جدا في الغاب. ايفا نزلت تجري تدور عليه وطلبت من جوجو يكلم الاسعاف. فضلت تمشي تدور في كل مكان لحد ما سمعت صوت موبايله بيرن، واتبعت الصوت لحد ما لقت ديريك كان لسه عايش بس رجله متكسره وجسمه كله متبهدل وفيه كسور وبيفوق ويفقد الوعي. جت عربيه الاسعاف وشالوه، لكن لما ايفا حاولت تركب معاهم رفضوا وقالوا لها ان في مشاكل تامين وما ينفعش تركبي، وكمان كانت اللغه بينهم مش مفهومه. اضطرت ايفا تسيبهم وركبت الموتوسيكل وراهم، لكنها وقعت لما عربيه خبطتها. قامت بسرعه بس الموتوسيكل ما اشتغلش، فطلبت من الراجل اللي خبطها يوصلها وادته كارت المستشفى اللي خدته من الاسعاف. وصلت المستشفى بعد نص ساعه وسالت على ديريك، بس المفاجاه انهم قالوا لها مفيش حد بالاسم ده هنا. عيطت ايفا وتركت موظفه الاستقبال تخليها تدور بنفسها وورتها صورته، لكن الموظفه قالت انها ما شافتوش. ايفا دخلت بالعافيه المستشفى تدور بنفسها، فضلت تدور على صوت موبايله لكن طلع بتاع واحده تانية. خرجت ايفا من المستشفى وبدات تدور في باقي المستشفيات الجزيره
الجزيره لحد ما قررت تبلغ الشرطه انه مفقود. تاني يوم بلغت اهله وجم بطيارتهم وراحوا كلهم على قسم الشرطه، وهناك بداوا يحققوا مع ايفا اللي حكت كل حاجه بالتفصيل، الاماكن اللي راحوها واسم ماني واسم المسؤول جوجو. الضابط بدا يشك فيها خصوصا لما عرف ان ديريك غني وايفا المستفيده الوحيده بعد موته، بس هي كانت مصممه تثبت ان كل اللي يهمها ان هي تلاقي جوزها. خدتهم ايفا للمكان اللي لعبوا فيه اخر مره وسالت على ماني، لكن الراجل اللي هناك قال لها انه ما يعرفش اي حد بالاسم ده وانه مش صاحب المكان زي ما قال لهم. دورت على جوجو لما لقيته انكر انه يعرفها وقال لهم ان في اليوم دي كانوا اجازه رسميه. ايفا اتصدمت مش مصدقه ان كل الناس بتنكر كل اللي حصل. شك الشرطه واهل ديريك فيها زاد اكتر وبقوا فاكرين انها ممكن تكون ورا كل اللي حصل لجوزها. الضابط واجهها في فيديو وهي بتتخانق مع بيج باز في الديسكو وقال لها كل اللي بيتخانق مع بيج باز بيختفي وانت كنت هناك. ردت عليه وقالت طب ليه بتحقق معايا مش معاه؟ قال لها هنحقق معاه لكن برضه محتاجين نعرف انت كنت بتعملي ايه. ايفا قالت لهم يدوروا على ماني وجوجو وانها مش هتستنى حد ولو ما حد ساعدها هتدور عليه بنفسها. بدات تطبع صوره ديريك وتوزعها هي وعيلته في كل الجزيره، وبعد يوم طويل رجعوا البيت. هناك والد ديريك اتكلم مع ايفا بوقاحه وقال لها انا عارف انت السبب في اختفاء ابني ومش هتاخدي اي حاجه من ورثه. قالت له انا مش عايزه منك حاجه، كل اللي عايزاه هو جوزي بس. ثاني يوم عيله ديريك رجعت بيتها لكن ايفا ما قدرتش تقعد ساكته، قررت انها تحقق في اختفاء جوزها بنفسها. راحت على جوجو وعملت نفسها انها واحده جايه تلعب عادي، ربطت نفسها في الحبل وطلبت من جوجو يطلع معاها. هو وافق لكن من غير ما يعرف انها متعمده تربطه بشكل ضعيف علشان تخوفه ويعترف بالحقيقه. وفي نص الحبل فتحت كاميرا الموبايل وبدات تصوره وسالته بصوت هادي اعترف انت كنت معانا وقت الحادث ومين اللي اتصل بالاسعاف؟ خاف جوجو واعترف انه كان موجود وقال لها اسم الشخص اللي اتصل بالاسعاف. رجعت ايفا على مركز الشرطه وورت المحقق الفيديو بس هو رد عليها بسخريه وقال لها احنا ما بنعذبش حد علشان يعترف واللي عملتيه دي جريمه، انت لازم ترجعي البلد. ايفا اتضايقت منه وهجمت عليه وحاولت تفلت من باقي الضباط لكن مسكوها وربطوها. في اليوم اللي بعده طلع معاها واحد من الشرطه على مركب علشان يرجعها، وهناك ايفا بدات تخطط للهروب. طلبت من الضابط تدخل الحمام وقالت له يساعدها عشان مش قادره تتحرك بالكلبشات. اول ما قفل الباب ضربته برجليها وخبطت راسه في الباب، اتفاجئ ووقع مغمى عليه. خدت منه المفتاح وفكت نفسها ونطت من المركب في الميه وفضلت تعوم لحد ما رجعت الجزيره. ما قدرتش تروح على بيتها فدخلت فندق وادعت انها صاحبه اوضه فيه وغيرت هدومها. قررت تروح الديسكو اللي ماني خدهم عليه قبل كده وكانت لابسه لبس مختلف ومتنكره علشان ما حدش يعرفها خصوصا بعد الخناقه اللي حصل. وفي الديسكو شافت ماني بيرقص وسط الناس وفضلت مستنيه اللحظه اللي يبعد فيها عن الزحمه. دخل الحمام ورا منه دخلت ايفا ومسكت فيه وبدات تضربه وتساله ديريك فين؟ انت كنت معاهم فين جوزي؟ ماني قال لها انا ما اعرفش حاجه وما اقدرش اتكلم مع الشرطه لان انا اصلا هنا في الجزيره بشكل غير قانوني. سالته عن الاسعاف فقال لها انا فعلا اتصلت بس وقتها كان في حد اتصل قبل مني وما اعرفش مين. قال لها انا هساعدك في اي حاجه تطلبيها مني بس خليني بعيد عن البوليس. راحت معاه لبيته وتاني يوم قعدت ترسم صوره تقريبيه للمسعفين اللي شافتهم وافتكرت ان واحد منهم كان عنده وشم غريب على رقبته. اخدها مان المنطقه معروفه انها خطيره جدا وقال لها اوعي تنزلي من العربيه هنا. هو نزل وسال الناس اللي هناك على اللي في الصور، وفي الطريق شافت ايفا نفس وشم المسعف مرسوم على حيطان. عرف مان ان الوشم دي تابع لجماعه بتمارس مصارعه الديوك وفعلا وصلوا للمكان اللي بيتنظم فيه القتال. دخل مان يعمل نفسه بيتفرج ويصور الديوك وصور كل اللي موجودين وبعت الصور لايفا، وهي شافت واحد من المسعفين اللي كانوا في عربيه الاسعاف فركبت العربيه وراحت تلاحقه. فضلت ماشيه وراه بهدوء لحد ما دخل مع بنت الحارات ضيقه وبعدين دخل مكان معين واستنى. اول ما دخلت ايفا وراه هجم عليها بس قدرت تكتفه وتهدده وسالته فين ديريك؟ قول لي الحقيقه. قال لها في حد جالي انا واخويا ادانا فلوس وطلب مننا نسيب شغلنا كمسعفين وهو اسمه تيتو. خدته يخلى اخوه يجي لكن اخوه اول ما دخل هجم عليها من غير ما يديها فرصه تستجوبه فاضطرت تدافع عن نفسها وقتلته. سابت تيمو عايش واتقبض عليها بتهمه القتل. وهناك في القسم لقت نفس المحقق اللي كان شاكك فيها وقال لها هتتحاكم بتهمه القتل والتعدي على شخص تاني وهنقدمك للمحاكمه في مبنى القياده العامه. وقال لها كمان ان القانون في الجزيره بيعتبر قتل اي حد دخل بيت حد تاني من غير اذنه قانوني، يعني هنا مش ينفع نقول انها كانت بتدافع عن نفسها لانها هي اللي راحت مش هو اللي اعتدى عليها. ركبت ايفا العربيه مع 2 من الشرطه واللي فضلوا سايقين بها مسافه طويله جدا من غير ما يقولوا لهم رايحين فين، وبعد وقت دخلوا بيها مكان مهجور ولا في حوالينها بشر ولا اي مباني. في اللحظه دي ايفا فهمت هم ناويين يقتلوها بس كانت متكلبشه ايدها مش فاضيه فافتكرت اللي ابوها علمها. ضغطت جامد على ايديها لحد ما كسرت صباعها وطلعت ايديها من الكلبشات وبعدين رجعت ايديها مكانها زي الاول. فضلت ايفا مستنيه لحد ما الشرطه فتحت الباب العربيه وهجمت عليه على طول، وقبل ما زميله يطلع مسدسه كانت ضرباه جنب صح. خدت موبايل واحد منهم وفتحت الرسائل وهناك كانت الصدمه. المحقق اللي كان بيحقق معاها هو اللي كان باعتهم يقتلوها وساعتها ما قدرتش تسكت، راحت على بيت المحقق واقتحمته. كلمته من موبايل الشرطه وقالت له انت مستعد تدفع ثمن اللي عملته؟ كان واقف في البيت ومرعوب. اول ما دخل اوضه بنته الصغيره لقى ايفا واقفه وراها وسلاحها مرفوع. اضطر يرمي السلاح اللي في ايده ورفع
ورفع ايده وقال لها استني هستسلم وهقولك على كل حاجه. بدأ يعترف وقال لها ان ديريك مات فعلا بس مش مقتول، مات بسبب غلطه طبيه. الدكتور اللي كان بيعالجه قطع له شريان الفخذ بالغلط وده شريان رئيسي، فديريك نزف لحد ما مات. سالته ايفا ليه كدبت عليا وليه اتهمتني بكل ده؟ قال لها الدكتور ده انقذ حياه بنتي من زمان وكنت مديون له وما عرفتش ابلغ عنه لما غلط، فشلت ايدي من الموضوع وغطيت على الكل. ايفا وشها اتقلب ونظرتها ما كانتش فيها نقطه رحمه. قالت له انت كدبت عليا وعلى عيلتي وخليتني مجرمه في عيون الكل، انت تستاهل تموت. المحقق اتوسل لها وقال لها سامحيني مش قدام بنتي، ولو عندك قلب خديني بعيد عنها. سحبته للحمام وساعتها ما ترددتش، ضربت عليه النار وقتلته. خرجت ايفا من البيت وهي مرعوبه من نفسها ومنهاره وكل حاجه جواها بتتكسر، وراحت على ماني وهو حاول يهديها ويطبطب عليها وقال لها انت مش لوحدك، ديريك انقذك من الادمان والماضي ده كله. ردت وهي باصه في الارض، ديريك كان هو اللي خرجني من الجحيم بس شكله كان ملاك اتبعت ليا وراح تاني. قال لها ماني انت اللي انقذك نفسي، ديريك كان مجرد سبب لكن القوه دي كانت جواكي من الاول. الكلام لمسها واثر فيها لكنها رفعت عينيها وقالت له بهدوء مرعب انا مش هرتاح غير لما اقتل كل شخص اشترك في الخطه. ماني قال لها انا معاكي وهساعدك، بس هي قالت له لا دي حكايتي وهخلصها بنفسي. وتاني يوم بدات ايفا اول خطوه في انتقامها، راحت تراقب موظفه الاستقبال اللي كتبت عليها في المستشفى ولما اتاكدت انها لوحدها قتلتها. دخلت بعدها على المستشفى متنكره ودارت على الدكتور المسؤول عن حاله ديريك، ولما لقته ما ضيعتش وقت هجمت عليه وخنقته بكيس بلاستيك وهو بيقاوم وهي بتصرخ قول لي جوزي مات ازاي. الدكتور كان بيحاول ينكر بس لما حس انه بيموت شاور لها على كاميرات المراقبه. دخلت تشوف التسجيلات وهناك حصلت الصدمه اللي هزت كيانها. ديريك كان حي قاعد على كرسي متحرك وحوالينه رجاله واضح انهم حراسه. ايفا اتجمدت في مكانها مش قادره تصدق جوزها اللي قتلوه لسه عايش. اول ما عرفت ايفا ان ديريك لسه عايش كانت مش مصدقه، قلبها بيدق بسرعه وهي بتبص للدكتور اللي كان واقف قدامها وسالته ليه قلت للمحقق ان ديريك مات؟ ايه اللي خلاك تكذب وتخبى على الكل؟ ابتسم الدكتور ابتسامه خبيثه وقال لها انا مش هقول لك على حاجه انت هتشوفي بنفسك. وساعتها فهمت ايفا اللي بيقصده ولبست لبس ممرضه ودخلت العياده اللي فيها ديريك، وهناك كانت الصدمه الحقيقيه. ديريك كان مربوط على سرير طبي باين عليه التعب والارهاق، وكان في رجاله حواليه ومعاهم زعيمهم المرعب اللي هو سيلفيو اخطر واحد على الجزيره. كانوا بياخدوا منه نخاع عظم من ظهره وبيحقنوه في جسم سيلفيو. ايفا كانت واقفه مذهوله مش فاهمه اي حاجه، لكن سيلفيو الشر طالع في عينيه. قال للطبيب انه ما يديش ديريك اي بنج وقال له خليه يحس بكل لحظه عذاب، ده جسمي وده تمني. ايفا قلبها كان بيتكسر وهي شايفه ديريك بيتألم، وفي لحظه غفله خدت حقنه منومه ودتها لرقبه سيلفيو. بدا يحس بدوخه وبص لها باستغراب وسال اديتيني ايه؟ طلعت ايفا مسدسها بسرعه ووجهته لرجالته، ضربت منهم 2 والباقي سابوا السلاح. قال لها سيلفيو وهو دايخ جوزك بينقذ حياتي، انا عندي ورم في النخاع وجوزك ديريك هو المتبرع الوحيد اللي انسجته متطابقه معايا، من غيره هموت. بس ايفا كانت عينيها كلها نار ما ردتش عليه. خدت ديريك وقفلت باب العياده على سيلفيو وعصابته وخرجت بديريك، لكن سيلفيو لحق كلم باقي رجالته وقال لهم اقبضوا على ايفا وديريك بسرعه. وهم خارجين من المستشفى طلعت عليهم العصابه بس ايفا كانت جاهزه ساعتيها، ضربت عليهم نار من كل ناحيه وما سابتش منهم حد واقف. خرجوا بالعافيه بس سيلفيو قدر يهرب من الباب الخلفي ولقى ايفا، لكن اول ما طلع لقى المسدس في وشه اضطر يستخبى في اوضه مليانه مواد مشتعله. ايفا ما سابتلوش اي فرصه، ضربت نار على الباب والانفجار حصل، بس سيلفيو قدر يخرج قبلها بلحظات جسمه اتحرق حروق بسيطه. ما لحقتش تفكر، هجمت عليه ضربته في وشه وسحبته كرهينه معاها. قالت له انت هتطلعني من هنا بنفسك. خدته بالعافيه وركبوا العربيه وديريك معاهم. وراهم كانت العصابه طالعه تجري بكل العربيات. كلمت ايفا ماني وقال لها اسمعيني كويس، هوجهك وهوديك لمكان امان. على اول كل شارع هتلاقي بنات لابسين لبس مميز، كل واحده منهم بتشيرلك تمشي فين. كان بيبعت لها صور للبنات اللي يتراقبهم وقال لها دي الاشاره امشي وراهم. وبدات المطارده. سيلفيو قدر يهرب منهم ونط من العربيه وركب عربيه تانيه مع عصابته وكانوا على وشك انه يلحقوه. في الاخر وصل ديريك وايفا للمكان اللي حدده ماني، وهناك كان في مركب صغير اطفال بيشدوه من الضفه التانيه للنهر. ركبوا بسرعه وكل اللي معاهم بداوا يعوموا وسط الميه، لكن سيلفيو كان في كل حته ورجالته موزعين في الجزيره زي النمل. شافتهم العصابه وبلغوا سيلفيو ووصل بسرعه، والاطفال اللي بيشدوا المركب رموا عليه طوب وفكه علشان يبعد، بس سيلفيو طلع المسدس ولوح بيه وخوفهم وراح ماسك السلاح الآلي وبدا يضرب نار عليهم وهم في الميه. ايفا وديريك وماني حاولوا يستخبوا وخرجوا من مدى الضرب، قدروا يوصلوا للضفه الثانيه لكن سيلفيو كان لسه وراهم وصرخ بصوته العالي الجزيره كلها بتاعتي وهتفضلوا تهربوا، انا اللي هوصلكم غصب عنك. بعد ما وصلوا ايفا وديريك مع ماني للناحيه الثانيه من النهر ركبوا عربيه صغيره خدتهم على بيت ماني، وماني هناك كان مجهز كل حاجه. الناس في المنطقه عارفين اللي حصل ومتفقين معاه ان محدش يفتح بقه او يعترف باي حاجه او اي كلمه حتى لو اتعذبوا. بس سيلفيو كان رجالته في كل حته، عينيك ما تشوفش غير عيونه، وبسرعه عرف هم فين وقرر يروح للمنطقه بنفسه. ماني قال لهم لازم تتفرقوا، كل واحد يدخل بيت مختلف، لو شافوكم سوا هيسهل عليهم الموضوع. دخل ديريك بيت وايفا بيت تاني، وكانت البيوت كلها
كلها زي خلية النحل جاهزة لأي هجوم. بدأ سيلفيو يلف ويسأل الناس ويتكلم معاهم بالعافية وبالفلوس وبالتهديد، لكن هناك محدش كان بينطق. قال لهم لو محدش هيتكلم رجالتنا هيدخلوا ويدوروا في بيت بيت. بعد كده أمرهم إن هم يدخلوا البيوت واحد واحد، بس كل مرة حد من رجالة سيلفيو يدخل بيت فيه إيفا أو ديريك ما بيرجعش، بيلاقوا موتهم مستنيهم، لحد ما واحد منهم غلط طلع صوت بمسدسه وصوت الرصاصة خلى سيلفيو يعرف مكان إيفا. وصل للمكان زي الوحش، لكن إيفا كانت جاهزة، هجمت عليه وشدته وهددته بالسكين وكانت على وشك إن يتخلص عليه. في نفس اللحظة الشرطة كانت قابضة على ديريك وطلعوا متعاونين مع سيلفيو أصلا، وهم راجعين سمعوا الزعيق وصلوا على صوت المواجهة، لقوا إيفا ماسكة السكينة على رقبة سيلفيو، وديريك كان بيصرخ وبيقول لإيفا ما تقتلهوش، أنت مش مجرمة، أنت أحسن من كده. إيفا كانت مترددة، إيديها بترتعش، عينيها مليانة دموع ووجع من سنين. وفجأة ظهر بيج باز، بيج باز بنفسه اللي ماني بلغه بكل حاجة بتحصل. دخل المكان وخد السكينة من إيد إيفا وغمز لها وقال سيبيها عليا، أنا اللي هقفل الحكاية. وما استناش، طعن سيلفيو في قلبه، نهايته كانت سريعة وباردة. بص لهم وقال للشرطة سيبوا الولد، أنا هدفع لكم أكتر ما سيلفيو كان بيدفع لكم، ودفع فعلا. وبعدها الشرطة سابت ديريك، والأول مرة من بداية الكابوس ده إيفا وديريك حسوا إنهم خرجوا للنور. ركبوا مع ماني ووصلوا للمركب اللي هيوديهم لمدينتهم. وهم في الطريق ديريك بص لإيفا وقال لها أنا مش قادر أصدق إنك عملت كل ده عشاني. بس إيفا بصت له بعين فيها كل الحب وقالت له أنا ما عملتش كده علشانك بس، أنا كنت بدافع عن نفسي، عننا، عن كل اللي بنبنيه سوا. رجعوا على مدينتهم، وإيفا أخيرا أثبتت لكل واحد من عيلة ديريك إنها مش بس بتحبه، ده ضحت بحياتها علشانه ودفعت عنه وعن نفسها وعن حقيقته. لو الفيلم عجبك ما تنساش تعمل لايك وتسيب لي رأيك في التعليقات، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في فيلم جديد، سلام.